لو انت حد بيهتم بالتسويق، تعالى في الفيديو ده هقولك 4 نقط أساسية لازم تركز فيهم في كل حملة إعلانية بتعملها. أول حاجة لازم تعرف جمهورك بشكل كويس جدا، وتحدد انت عايز توصل لمين بالظبط. هل عايز توصل لجنريشن ألفا، ولا عايز توصل لزي، ولا عايز توصل لإكس؟ ليه؟ لأن كل حد من دول لازم توصل له الإعلان بطريقته هو اللي يفهمها، وفي نفس الوقت هتختار المنصات اللي انت هتعمل عليها الحملة الدعائية بتاعتك. تاني نقطة ان انت لازم تبقى محدد الاوبجيكتيف بتاع الكامبين دي ايه الهدف اللي انت عايز توصل له في اخر الكامبين. هل انت عايز سيلز، ولا عايز الناس تبدأ تعرفك اكتر؟ لازم تبقى محدد ايه الهدف بتاع الكامبين دي. تالت نقطة، ودي ناس كتير قوي بتقع فيها، وهي ان مش بيكون في مسج واضحة وصريحة من الكامبين. لازم الكامبين بتاعتك تكون المسج بتاعتها واضحة، واللي يشوفها يفهم ايه الهدف من الكامبين، علشان الناس تبقى اسهل ان هي تربط البراند بتاعك بالكامبين دي. رابع نقطة والأخيرة، إن أنت لازم الكامبين تتابعها وتتابع النتائج بتاعتها بشكل كويس جدا، وتتابع النتائج بتاعتها يوم بيوم علشان تشوف لو في أي تغييرات محتاج إن أنت تعملها في الحملة الإعلانية بتاعتك علشان توصل لناس أكتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وشير، ولو عندك أفكار للتسويق ما تنساش تكتب لي في الكومنتات.